هو ليه مش بيعمل زي ما بابا كان بيعمل مع ماما؟ ولا هي مامتك ولا هو باباكي. التوقعات والخذلان. تعالوا كده نتخيل المشهد ده مع بعض. عروسة جديدة أول أسبوع ليها بعد الفرح كانت متوقعة إن جوزها هيفضل طول النهار والليل يكلمها بالساعة زي فترة الخطوبة واللي كان بيحصل فيها، لكن لقت إن الشغل واخد وقته وإن الكلام بقى عبارة عن دقايق محدودة. فضلت تفكر وعقلها يتوقع كده ويتخيل طول الوقت، وتقول لنفسها هو ليه بطل يحبني؟ مع إن الحقيقة مش كده خالص، هو بس رجع للواقع، رجع للحياة الطبيعية اللي أي حد مننا بيعيشها بعد الجواز. التوقعات هي اللي خذلتها مش هو. احنا بندخل الجواز ومعانا صورة مثالية مرسومة، خيالنا بس هو اللي شايفها، الست المطيعة الكاملة اللي ما بتغلطش، وهي شايفاه البطل اللي هيصلح كل حاجة في حياتها. لكن أول ما تبدأ الحياة اليومية الصورة دي بتتكسر ويبدأ الخذلان. ازاي ما فهمنيش من غير ما اتكلم؟ ازاي ما عاملنيش زي ما كنت متخيل؟ وهو يقول لنفسه هي ازاي مش بتعملي اللي انا عايزه من غير ما اطلب منها؟ حابة اقول لكم وباختصار ان الكمال لله وحده. يعني لو فضلت تدور على الصورة المثالية عمرك ما هترتاح، لكن لو عرفت توازن بين العيوب والمميزات حياتك هتتغير للأحسن، بل بالعكس حياتك هتتغير 180 درجة. يعني مثلا واحد دخل جوازة متوقع من مراته إن هي تبقى نسخة تانية من مامته، حنينة وبتراعيه وبتصبر عليه وبتقول حاضر وطيب، لكن اكتشف إنها مختلفة فاعتبر ده خذلان. ونفس الكلام للبنت اللي أول ما بتتجوز بتتصدم في جوزها. هو ليه مش بيعمل زي ما بابا كان بيعمل مع ماما؟ عارفين الحقيقة فين؟ ولا هي مامتك ولا هو باباكي. انتوا محتاجين بس تدركوا انكم شركة مش فوانيس سحرية لبعض. المشكلة مش ان شريكك مش على قد توقعاتك، لا، المشكلة ان توقعاتك أكبر بكتير من الواقع. والجواز مش فيلم رومانسي، الجواز رحلة حقيقية فيها تعب وفرح وتنازل وفيها وقوع كتير، فمحتاجين 2 ناضجين يساعدوا بعض عشان يعدوا الحياة دي. وفي النهاية لو نفسك تتعلم ازاي تفرق بين التوقع الصحي والتوقع اللي بيدمر العلاقات، الورشة دي هتفتح لك مساحة وعي جديدة تخليك تشوف شريك حياتك زي ما هو، مش زي ما انت عايز، أو مش زي اللي في خيالك.